انا اول ما شفت الصن بلوك ده افتكرته صن بلوك من بايوديرما، بس اكتشفت ان هو من شركه البا، نفس الشركه المصنعه لغسول ارجنتو كلير، طبعا اللي انا عملت لكم ريفيو عنه قبل كده. مكتوب عنه طبعا ان هو مثالي للبشره الدهنيه والمختلطه، هو ده اللي شجعني ان انا طبعا اجيبه. لما قريت مكوناته لقيت ان من ضمن تركيبته فيها زيوت، وبيقول لك فيها مكونات كتيره زي الشاي الاخضر والروزماري والالوفيرا واكسيد الزنك وفيتامين اي. المهم هنا ان هو فيه عامل حمايه اكتر من 50، يعني المفروض النسبه دي كويسه جدا جدا في فصل الصيف. ومع ذلك حاسه ان بشرتي مش مرتاحه، حاسه ان انا حاطه حاجه تقيله كده، مش عارفه، كان احساس مزعج قوي بالنسبه لي بصراحه. طبعا طريقه استخدامه زي ما انتم شايفين لازم يكون على بشره نظيفه، ويا ريت لو كمان تكون متصنفره، يعني ما فيهاش اي عيوب. لو عندك عيوب مسام واسعه او حبوب، مع الاسف الصن بلوك ده هيظهرها قوي بطريقه بشعه لما تتعرضي للشمس وللحراره. اللي حصل معايا ان انا اول ما طبقته على البشره حسيت ان فيه لسعه غريبه، كاني بحط ماده حارقه للبشره. مع تطبيق كريم ازها برضو من نفس الشركه حسيت بنفس الاحساس بلسعه وحشه جدا، وبحس بتنميل في الوش. صبرت عليه الكريم بصراحه، مسحته بسرعه وما جربتوش تاني، قلت هجربه في وقت تاني. لكن الصن بلوك صبرت عليه زي ما انتم شايفين وقعدت اطبق فيه. بيديكي طبقه طبعا، هو طبعا فيه اكسيد زنك فلازم هيسيب طبقه بيضه. المهم انا سبته على البشره فتره كافيه، بعد نص ساعه بتبتدي البشره تتشربه. طبعا زي ما قلت لك لو انت بشرتك بقى فاتحه مش هتحسي بالطبقه البيضاء اللي هيعملها معاكي عادي، لكن لو بشرتك طبعا غامقه هتحسي بقى ان عامل لك طبقه جيريه والمظهر مش هيبقى حلو. كمان لو انت بشرتك بتتعرق، هو اصلا بيزود التعرق على البشره. جربت استخدمته على الجسم كان افضل شويه، فانت لو جايبه منه عرض وحاسه ان انت اتدبستي فيه تقدري تستخدميه بقى للمصيف ليكي او للجسم يعني، او لجسم الاطفال وكده. انت بشرتك حساسه بلاش تغامري وتجيبي منتج تقيل زي ده. في تقييمي هو مش مناسب خالص للبشره المختلطه ولا الدهنيه، لانه اصلا برضو بيسبب دهون. اما بقى لو بشرتك جافه او عاديه وجربتيه، يا ريت تكتبي لنا في الكومنتات ايه تجربتك. سايباكم دلوقتي مجموعه من التعليقات حوالين المنتج، جمعتها لكم كده من ريفيوهات ومن مواقع اللي بتبيع المنتج ده. اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.